السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناة جنة العلوم. بداية إذا لم تكن مشترك اشترك بالقناة وفعل الجرس ليصلك منا كل جديد. إذا ما هي الأنزيمات؟ هي عبارة عن مواد بروتينية. أين نجدها؟ طبعا في العصارات الهاضمة على مستوى الجهاز الهضمي. ما هي أهم خصائص الأنزيمات؟ أنها تعمل في درجة حرارة الجسم المتمثلة في 37 درجة مئوية، هذا بالنسبة للإنسان. عملها نوعي ومتخصص، فمثلا أنزيم الأميلاز يقوم بتفكيك النشاء ولا يفكك البروتين، وأنزيم البروتياز يقوم بتفكيك البروتين ولا يقوم بتفكيك النشاء. إذن فنقول أن عملها نوعي وتتأثر بالحموضة. فمثلا أنزيم الأميلاز يعمل في وسط معتدل على مستوى الفم. إذا انتقل إلى المعدة طبعا عن طريق مروره عبر اللعاب، فإن أنزيم اللعابين لا يقوم بالتفكيك على مستوى المعدة لأن الوسط حامضي. إذا تتأثر هذه الأنزيمات بالحموضة. دور الأنزيمات ما هو؟ تعمل هذه الأنزيمات على تسريع التفاعلات الكيميائية، فهي تساعد على تسريع عملية الهضم.